السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة البلح الرطب. كيكة لذيذة ومغذية، بتنفع ان احنا نقدمها للولاد في فصل الشتاء. في الساعة تدفيهم كده هما بيذاكروا. اول حاجة هنحتاج لبلح رطب، البلح اللي هو الاسود اللي احنا بنقشره. هنحتاج تقريبا نص كيلو. انا هنا جبته وقشرته وشلته منه النوى وجهزته قدامكم. هنحتاج كمان لنص كوباية زبدة سايحة، مش سخنة، سايحة بس، ونص كوباية من السكر. وهيكون معانا صينية مقاس 28 أي شكل، مش لازم الشكل اللي فيه فراغ من النص ده. هنحط فيه السكر، هنحط عليه نص كوباية الزبدة، هبتدي ان انا اقلبهم. هقلب كويس السكر مع الزبدة، وبعد كده ابتدي ان انا ارصص البلح. بعد ما وزعنا السمنة الزبدة مع السكر، هنبتدي ان احنا ناخد البلح ونبتدي ان احنا نوزعه برضو في الصينية. هيكون وشه للقاع بالشكل ده. هكمل وارجع لكم. خلاص انا وزعت البلح كله في الصينيه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى ان احنا نعمل الكيك. خلاص جهزت البوله، هبتدي ان انا احضر المكونات اللي فيها. هنحتاج لنص كوبايه من السكر، مش هنزود سكر كتير عشان احنا حاطين قبل كده في الحله هنا، في الصينيه اللي معانا هنا كان فيها سكر، فمش هنزود سكر عشان ما تبقاش مسكره زياده. ودلوقتي هنحط البيض. انا جبت هنا 3 بيضات، كمان هنحط كيسين من الفانيليا، هفتحهم واحطهم وارجع لكم تاني. وخلاص حطيت الفانيليا. هيكون معانا نص كوباية من الزيت. هنجيب المضرب ونضربهم. وهضيف ازيد من كوباية الا ربع لبن، ونرجع نضرب تاني. وهضيف كوبايتين ونص من الدقيق وهننخلهم. وهضيف كمان كوباية تانية، يبقى فاضل لنا النص. ادي نص كوباية. ضيف باكو بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة وانخلهم. هرجع لكم تاني ونرجع بقى نضربهم تاني بمضرب البيض. ممكن ان احنا نضيف كمان هنا قرفة لو تحبوا، انا هعملها من غير القرفة. ممكن نضيف نص معلقة قرفة صغيرة. خلاص انا ضربت الكيك، وهنا جبت الصينية حطيت فيها عين جمل كسرته قطع صغيرة، ده اختياري للي عايز، لو مش عايز بلاش. هبتدي ان انا اصب الكيكة في الصينية. بعد كده هندخلها في الفرن على درجة حرارة 180، ونحطها في الرف الأوسط لحد ما تستوي. وبعد ما صبيت الكيكة قبل ما ادخلها الفرن اهزها كده شوية، وبعدين اخبطها خبطتين. مش هخبط تاني عشان الازعاج، بس هخبطها خبطتين وادخلها الفرن. وصينية الكيك طلعت معانا من الفرن. هنسيبها 5 دقايق وبعد كده نقلبها، ما نسيبهاش اكتر من كده علشان لو سيبناها ما بتنفعش تتقلب من الصينية، لان العسل اللي جوه بيلزق فيها. وده شكلها بعد ما قلبتها. هي بتتقدم دافية. اللي اول مره يشوف معانا القناه يعمل اشتراك عشان يوصلوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك علشان دعمكم بيخلينا نواصل.